أعود يعني أنا استطعت أن مش أحلل لكن أفهم نفسية الإنسان المغربي، وأعتقد أني تتمثل فيهم مقولة تنطبق عليهم انطباق كامل: من تواضع لله رفعه. فيهم تواضع، أقسم لكم بالله فيهم تواضع. يجي لك واحد والي المدينة أو ضابط في الجيش أو غني ثري جدا يتعامل معك عادي، يعني الفقير والغني يتعاملوا معك نفس الشيء. أعتقد أنه محبة الناس للإنسان المغربي وتواضعهم هذا زادهم رفعة. والله أنني كذا حللتها كذا، يعني تتواضع، يعني تلقى واحد والله العظيم تستغرب أنه يجي يسلم عليك واحد مثل هذا. من أنا حتى يتم السلام علي أو مثلا أو يتم دعوتي إلى عند واحد له مكانة عظيمة في الدولة، لكن عندهم التواضع. أعتقد من عند الملك، حتى الملك يوصف هنا أنه إنسان متواضع جدا، ليس مغرورا. هكذا يراه شعبه، محبوب محبب إليهم، ما عنده ذلك الغرور ولا الكبر ولا جنون العظمة، لا يتمتع بها. وكذلك هي في نفس الإنسان المغربي. هو كلام يعني شهادتي فيهم حاليا مجروحة، أنا عارف، وسيقولون أنت في المغرب ولن تقول أي شيء إلا جيدا عنهم. لكن والله يا أخواني شاهدوا في البث يعني كيف صدق المشاعر عندهم، كيف يعني شيء كبير جدا.